السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير في أحسن الأحوال يا رب العالمين، ويلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير. اليوم جيت نشارك معكم مطلوع بفرينة القمح الكامل بطريقة جد مبسطة وسهلة وسريعة وبمقادير مضبوطة. يجي مفشفش، يجي مفخفخ، يجي خفيف كالريشة. وهاد الوصفة ناجحة 100%. راح تعتمدوها على بالي لو كان تجربوها. شوفوا لي كيفاش جا خفيف، الله يبارك. المهم خياتي، نصلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام ونبداو الوصفة تاعنا. هنايا عندي الكأس الاول تاع الفارينة، نسيي نجوزو في صفاية باش نحيلو هذيك النخالة. يعني هذيك النخالة ما رانيش راح نرميها ولا حنحطها تكوتي باش يعني نخدم بها. يعني كي نعجن المطلوع ديالي نرمدو فيها هكذا، نصفيها مليح ونحطها في طبسي تكوتي. نزيد نجيب الكأس الثاني كما راكم تشوفوا هنايا، ونزيد الكأس الثالث، نزيد الكأس الرابع. هنايا عندي ملعقة كبيرة سكر، تقدروا تستبدلوا السكر بدبس التمر. عندي هنايا ملعقة كبيرة خميرة، وعندي نصف ملعقة ملح، يعني حوالي ملعقتين هكاك صغار ملح. وهنا عندي 3 ملاعق زيت، 3 ملاعق زيت نباتي، ولا تحبوا ديروا زيت زيتون لكم الاختيار. اذا حبيتوه صحي اكثر فاكثر ديروا له استبدلوا السكر بدبس التمر وزيت النباتي بزيت الزيتون. هكذا نخلطوا النواشف كما راكم تشوفوا، ونجيبوا الماء دافي. يعني انا هنايا بديت بالكأس الاول كما راكم تشوفوا تاع الماء هكذا، وندخل فيه يدي ونكمل الكأس الاول كامل تاع الماء، ونزيد نجيب الكأس الثاني كما راكم تشوفون. نبدا نحط حتى نوصل للقوام اللي راني حباته. يعني المطلوع يجي شويه يعني جاري، مديروش ناشف هكا باش يجيكم خفيف ومفشفش. نكمل نعجنو كما راكم تشوفوا هكذايا. نطم العجينه ديالي ونعاود نولي ليكم هكذا. بعد ما طميت العجينه كما راكم تشوفوا راهي تتلاصق، كما راكم تشوفوا هنايا طريه تتلاصق. شوفوا لي هنايا شحال ديت في الكأس الثاني. يعني قعد لي 4 كاس في الكاس الدوزيام. هنا ندهن يديا بالزيت هكذا باش ما تلصقليش كي تخمر من بعد تجيني سهله هكذا، ونغطيها ونخليها تخمر. هنا بعد ما خمرت لي وضعف الحجم تاعها كما راكم تشوفوا هنايا، نزيد ندهن يدي بالزيت ونخبطها هكا بيدي يعني شويه شويه هكذا. شوفوا لي كيفاش جات. نقسم العجينه ديالي كما راكم تشوفوا هنايا. انا درت لي 4 خبزات صغار، يعني باسكو السنيوات تاعي صغار، سينو تقدر تجيكم 2 خبزات كبار. هاد المقادير يديروا لكم 2 خبزات كبار كما راكم تشوفوا هنايا. نجيب يعني منديل ولا طرشونه كبيره ونحطوها، نحطوا لها شويه هذاك النخاله هذيك اللي جوزناها في الصفايه، ونبدا نخبز يعني في الخبزه ديالي هكذايا. تخبز معاكم بطريقه سهله، يعني العجينه راهي طريه هكذا. سينو تقدروا يعني ديروهم ديريكت في السنيوه ويخمروا هكذا. نزيد معكم الخبزه الثانيه كما راكم تشوفوا، يعني نديروها في النخاله هذيك ونزيدوا الخبزه الثالثه. انا هنا داروا لي شوفي 2 خبزات شويه كبار، 2 خبزات صغار، يعني ماشي صغار الخبزات، يعني يديروا لكم خبزات الله يبارك يعني
ومعروف الخبز يعني كي يكون خبز تاع الشعير ولا فرينة القمح الكامل يشبعوا، واصلا المطلوع دوريجين يشبع ماشي كيما الخبز. هكذا. وهنا نكونوا كملنا الخبزات تاعنا بين 4 نخبزوهم هكذا كما راكم تشوفوا. هكذا حتى نكمل كامل 4 خبزات. هكذا ونغطوهم بسربيتة يعني ولا طرشونة ولا كيما حبيتو هكذا، ونخلوهم يخمروا حتى يضاعف الحجم ديالهم، ونروحو نسخنو الكوشة تاعنا ولا الكويزينيير تاعنا على اعلى درجة. ما تشوفوا هنايا انا مخمرولي مخمرين الله يبارك. ونروحو نطيبوهم، يعني نطيب انايا 2 خبزات تاوعي الاولين هكذا كما راكم تشوفوا هكذا، ونروح نطيبهم. بعدها نزيد نطيب 2 خبزات الاخرين، يعني ترفدوهم فاسيل وما تخافوا ما والو. واللي يعني يخاف ما يرفد ما يقدرش يرفد الخبز ولا كيما المبتدئين ديرهم ديريكت تخبزهم ديريكت بالسنيوه وطيبهم هكذا هي. ونروحو نطيبوهم نشوفوهم في الشكل النهائي. شوفوا لي هنا كيفاش طابوا، يعني غير كي يطيبوا برك يغطوهم كاش طرشونه هكا باش يعرقوا ويطراو هكذا. شوفوا لي شحال جا مفخفخ ومفشفش، جا بزاف طري وميم طون صحي. يعني هاد الوصفه انا نعتمدها بزاف وناجحه 100%. شوفوا لي كيفاش جا، نقسم معاكم خبزه شوفوا كيفاش جا خفيف وراهو سخون، يعني والله ما قدرت انمسو، يعني خرجته ديريكت ما خليتوش يعني عرق مليح. شوفوا لي كيفاش جا. يعني هاد الوصفة على بالي لو كان تجربوها راح تولوا مدمنين عليها، سورتو في رمضان ولا سورتو اللي ما ياكلوش الخبز الابيض مليح. هذا الخبز شوفوا شحال جا طري ومفشفش. يعني هاد الوصفة انا من بدلهاش عندي شحال وانا معتمدتها، وعلى بالي قلت لكم لو كان تجربوها راح تولوا مدمنين عليها. الخبز يجي هايل سورتو في هاد البروده وكاع ما يليق غير المطلع الله هكا مع تغميسه تاع زيت الزيتون. عندي ما نقول لكم. المهم خياتي ان شاء الله يعجبكم لا فيديو اللي درته لكم اليوم. ما تنساوليش هذاك الجام، واللي مازال ما دارش ابوني دير ابوني وفعلوا الجرس هكا باش يلحقكم كل جديد. تلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.